دي فرقه الاهلي، وده انا وانا بسال نفسي سؤال، انا ايه اللي جابني هنا؟ تعالى كده نبدا الرحله من الاول. بص صدق او لا تصدق، دي اول مره في حياتي ادخل استاد بتفرج على اللعيبه على الطبيعه. من حوالي سنه كده كنت بحاول احضر ماتش للمنتخب وعملت تذكرتي، ولكن ما لحقتش اخلص الاجراءات وما رحتش، فكنت راكن الحوار على جنب. ولكن بقى من يومين كده وانا بقلب على النت الاقي في وشي ماتش الاهلي والاتحاد في برج العرب. ما اعرفش فكرت ايه ساعتها، ولكن قلت يلا بينا نجرب. رحت شاري تذكره ومنطلق. ده كده شكلي وانا منطلق. بدأنا بقى الرحلة إلى برج العرب، وكان كل اللي شاغلني هو فين الاستاد. فضلت كده ماشي طريق طويل، إيه ده هو فين الاستاد؟ طبعا ما كنتش فاهم أي حاجة، بس فضلت ماشي ورا الناس، نخش بوابات ونطلع من بوابات ونخش شوارع غريبة، لحد ما أخيرا شفت الاستاد. وها هي اللحظة الحاسمة في الاستاد لأول مرة، يا حلاوة. اول ما دخلت لقيت لعيبه في وشي، قعدت بقى اتابع التمرينات وهم بيتمرنوا. بصراحه الاستاد كان فاضي ومفيش مشجعين كتير، فكنت بقعد في اي حته انا عايزها. عندك بقى هو كهربا ومحمد عبد المنعم منورين والله. وهنا بقى ايه الاحماء والتسخين مع لعيبه الاهلي. شدوا يا شباب شدوا، بيرستاو بيتمشى، اجري يا عم. وقبل الماتش بقى قعدوا بقى ايه يرشوا كده الاستاد. طبعا انا هنا بقى قاعد بقى مستغرب من حاجه غريبه، انا حاسس ان شكل الاستاد في الحقيقه اصغر من التلفزيون. انا حاسه خماسي مش عارف ليه، ولا دي هيئات ولا ايه، انا مش عارف الصراحه. وده بقى عم حارس، عم حارس، عم حارس. دي بقى شاشه المباراه اللي بتعرض النتيجه وبتعرض الوقت. وكان في بقى افراد امن كتير مصورين مستعدين للماتش. لعيبه الاهلي بدات تخش بقى الملعب بقى عشان تحيي العلم عشان نو. وهنا بقى مستغرب قوي اللعيبه على الحقيقه خالص الصراحه، مش عارف ليه. شويه احماءات كده على السريع، هوبا ايوه بقى. هنا بقى الجماهير لمت نفسها وبدات تشجع. كان في صنفين من الجماهير، كان في صنف بيشجع وكان في صنف عائلات. هنا بقى دكه البودله وقفشه بيستعد برده كده، ما اعرفش هيلعب ولا لا. ايوه يا شنو بقى جامد الكابيتانو بتاعنا. دي بقى الكاميرا الاتش دي كبيره قوي. الماتش بقى يبدا وكهربا يتحرك. اجرى كهربا، مش عارف اللي عندي حسيت هو ملعب خماسي مش ماتش عادي. اول دقيقه في الماتش وصفر صفر. هنا بقى الجماهير بقى بدأت تسخن بقى ويلا. وانا هنا بقى بحاول افكر بقى اشجع ولا اصور، اشجع ولا اصور. اجري 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 اجري، فاول. بص بقى بص بقى بص بقى، اوبا اوبا علولو بقى. علولو بيعدي بقى، شايفين الاخراج وحلاوته. هنا بقى ضربه جزاء، طبعا ما عرفتش اصور كل حاجه الصراحه. علولو بيستعد تركيز رهيب هوبا جون جون 1-0 للاهلي. اللعيبه لمت بعض بقى قعدوا يحتفلوا كده. الدقيقه 9 1-0 للاهلي الحمد لله. الغريبه بقى ان انا كل شويه ابص على الشاشه وابص على الملعب، ابص على الشاشه وابص على الملعب. هوبا ضاعت بيرسي تاو بيديها كهربا جون جون. الهدف الثاني للاهلي في الدقيقه كام؟ بصوا بقى كهربا هوبا بقى الاحتفالات والحركات. وهنا كنت صورت الجون بس ما شفتوش. شفتش الجون؟ شكلها فيها سكور ولا ايه؟ 2-0 والدقيقه لسه 13. هنا الشحات كان بيحاول يعدي. عدي شحات، عد يلا هوب التالت يا شحات يا شحات. وده الجون التالت بس اوف سايد للاسف، اوف سايد. حظي حلو بصور التجوان اللي بتيجي اوف سايد. هنا الجماهير سخنت بقى وتشجيع. اول مره بقى اشوف علولو بيعمل ركنيه على الحقيقه. ارفع علولو ارفع هوبا. يلا اي كلام اي كلام، مفيش تكتيك. طبعا انا هنا مصدوم من شكل الملعب، انا مش عارف اتفرج على الماتش لان انا متعود على التلفزيون. اجواء الماتش الحقيقيه مختلفه تماما، يعني انا طول الماتش حاسه خماسي والله مش ماتش عادي. في نص الشوط الاول قفلوا الماتش عشان ياخدوا استراحه ويشربوا ميه. انا عايز اقول لكم ان رقبتي اتلوحت من كتر الفرجه على الشاشه اللي ورايا. الحمد لله الشوط الاول خلص، واول ما خلص بقى لاحظت ان في ناس كتيره بتبيع جوه الاستاد، فقلت بقى انتهز الفرصه واصور ريفيو. لقيت حد بتاع قرص بيبيع قرص بالعجوه وقرص بالجبنه، الاربعه ب10 والاثنين ب5. انا جبت الاثنين ب5. نبدا اول حاجه ريفيو القرص بالجبنه. هتلاقي من غير سمس، هتاخد قطمه حلوه كده. هتلاقي ان الجبنه قليله جدا جدا جدا، والطعم يعني شغال على 2 جنيه ونص، حلو يعني الصراحه. دي بقى ايه اللي بالعجوه، هتلاقي عليها سمسم. ده الفرق بقى، اقطم. العجوه برده كانت قليله بس انا حبيت اكتر من الجبنه. هنا بقى الشنو جه في منطقتنا وبدا بقى يسخن كده اشنو. بص بقى اللي حصل هنا بقى. اول حاجه لقيت الشحات لعب الكوره لمروان عطيه، وكنت مندمج جدا فاكر الماتش بدا، ولكن لاحظت بعد كده ان في كورتين في الملعب. ما طلعش الماتش بدا ولا حاجه، ده بس بيسخنوا. معلش يا جماعه لسه مبتدئ. هنا بقى الماتش بدا بجد والماتش بقى شغال. لاحظت حد بيبيع سندوتشات فراخ بانيه، كان بيقول لي ان الرغيف ب 15 جنيه، ولكن انا عملت معاه صفقه وخدت رغيفين ب 25 جنيه. بعد كده لقيت بقى التغليف من سلانترو، قلت غريبه دي، ولكن بقى لما فكيته طلع سندوتش فيه عليه خالص، جواه قطعتين بانيه اللي هم مجمدين دول، وما فيهوش حاجه معاه ولا كاتشب ولا اي حاجه، هو لوحدهم كده. حاجه يعني تسليك زور، مش هقول لك واو قوي ووحش قوي، عادي يعني، انتوا عارفين يعني مش بحب الفراخ المجمده. بدا بقى قفشه ينزل بقى هو واصحابه بقى ايه يسخنوا كده. قفشه وعبد القادر ومحمد شريف، عاش يا وحوش عاش. عجبني ان كل ارقام مكتوبه 72، الله يرحم الشهداء. وهنا عجبني حركه ان هم حاطين سجاده بره الاستاد عشان لو حد عايز يصلي المغرب، عشان المغرب ما يروحش مننا. الحمد لله لحقناه. نرجع بقى تاني لاجواء المباراه. وهنا بقى كان معايا شباب صاحبي حابب اشكره جدا، كنا بنشجع تشجيع رهيب. هو اللي ساعدني في موضوع تذكرتي دوت، سهل الدنيا يعني وفهمني الدنيا ماشيه ازاي. يا جماعه الشناوي في الحقيقه طويل جدا ما شاء الله. المهم وصلنا لاخر الماتش دقيقه 90 و2-0. قولوا لي بقى انفع معلق ولا ما ينفعش؟ اكيد ما ينفعش، ولا معلق ولا حتى فويس اوفر. والنهارده ما كانش في اكل كتير، ولكن قلنا نغير ونشوفكم ان شاء الله في حلقه اخرى. هروح انا بقى، سلام.